كيف الحال يا أحمد؟ وكيف هي استعداداتك لهذا النهائي الأفريقي البحث؟ هلا بالصديق حسن الملا، واهلا وسهلا حتى بكل المحللين الاكارم، ومرحبا بكل متتبعي بطولة جيم. صراحة اليوم ماتش رائع جدا، خاصة وأننا نلتقي اليوم أو نكون في التعليق للمدرستان. يتمتع يمكن مدرسة الفرقة الأصفر هي تواجه مشكلة في الدفاع بعض الشيء، ولكن لديها وسط متقدم. علاوة على ذلك الأجنحة عندهم شغالة، يمكن أن نقول جيبت أيضا بنفس الصورة، ضعف قليل في الهجوم ولكن تمكين حتى على مستوى خط الوسط. فبالتالي هذا شغل يمكن يعرفون السادة المحللين يمكن أكثر، وهذا الشيء ربما يعطي إثارة أكبر وندية أكبر على هذه المباراة، خاصة وأنكم ذكرتم المعلومة التي تتحدث عن محمد ميرني. المدرب هو المدرب الثاني في المنتخب الوطني، نعم، وهو في الجهاز الفني بالنسبة للمنتخب جيبوتي. فبالتالي أهل مكة أدرى بشعابها فعلا، وبالضبط هذا معناه أننا سنستمتع اليوم بمباراة، وهذا الرجل ربما يقود الفريق إلى الأروع، خاصة وأن له لمسات واضحة جدا من خلال سابق المباريات وفي التقارير حتى. لاحظت اليوم أهداف شرماكي وعدد من نجوم فريق فوكوزاوا، أهداف جميلة من العيار الثقيل، تحس أنه ما شاء الله لاعب متمكن في عمر 20 سنة، صحيح؟ نعم، حتى هدف آخر هدف قبل قليل حتى الذي شد المحللين، وأنا كمعلق شخصيا شدني مثل هذا المنظر، وكل اللاعبين حتى المشاهدين. لاعب متمكن، يمكن أن هذا اللاعب يذكرني بلمسة العزيز جورج أوية، لاعب المنتخب الليبيري سابقا ولاعب نادي روسينيرو ميلان، والحائز على جائزة الكرة الذهبية في عام 1995 وقت اللي كان مع إي سي ميلان. هذا نفس اللمسة بنفس الصورة والمقاس، فهذا ربما تكوين لجيل واعد إن شاء الله نتمنى أن نراه في قادم الأيام والمواعيد والسنوات إن شاء الله، لأن نفس اللمسة. والغارة الأفريقية طبعا تعج بهذه اللمسات ومثل هذا اللاعب، في أمثلة منه كثيرة وطبعا نحن معجبين بالكرة الإفريقية كثيرا. اذكر لنا عدد من الأسماء التي أثرت في تاريخ كرة القدم من الكرة الإفريقية. والله طبعا هنالك خلط عرب وأفارقة عرب وأفارقة. إذا تكلمنا اليوم عن المغرب عندنا مصطفى حج من اللاعب الذي كان يسمى بروبرتو بايجو العرب، هذا الرجل وحائز على الجائزة بتاعة 98 كآخر لاعب عربي يحوز على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية. علاوة على ذلك في مصر محمود الخطيب أيضا من أمهر اللاعبين. عبيدي بيليه النجم القاني الذي ولد في عام 1964، هذا الرجل الكبير حتى كان احترف في نادي السد القطري في عام 83. علاوة على ذلك هذا الرجل كان له تاريخ ولديه ابنان، لديه أو 3 أبناء. إبراهيم يمكن يلعب في نادي الزمالك المصري، ولديه أيضا جوردن في نادي مارسيليا